السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهاردة عندنا أكلة بسيطة وسهلة ورغم بساطتها إلا إنها أكلة لذيذة. النهاردة هنعمل المفروم على الطريقة الليبية أو المفروم الليبي. في حلة على النار هنحط معلقتين زيت وهنضيف لهم نص كيلو مفروم يكون فيه نسبة من الدهن، وهنقلبهم لحد ما لونهم يتغير. وبعد ما لونه اتغير بالشكل ده هضيف دلوقتي بصلة كبيرة متقطعة مكعبات صغيرة، وهضيف كمان قرنين فلفل متقطعين مكعبات صغيرة. وهقلب البصل والفلفل مع المفروم لحد ما يتبلوا. وبعد ما دبلوا بالشكل ده هنضيف دلوقتي معلقة توم كبيرة مفرومة، وهضيف كمان نص معلقة صغيرة هريسة شطة، وعليهم 3 معالق صلصة جاهزة، وعليهم كمان نص كوباية بسلة مجمدة. هقلب البسلة مع المفروم لحد ما تفك. ودلوقتي هنضيف التوابل. هضيف 2 مكعب مرق، معلقة صغيرة فلفل، معلقة صغيرة كركم، ومعلقة كبيرة كاري. دلوقتي هضيف له حوالي كوبايتين مية، واغطي عليه ووطي عليه النار لحد ما يشرب كل المية بتاعته وما يتفضلش غير شوية صوص صغيرين مع اللحمة. وده شكل المفروم بعد ما استوى وشرب المية بتاعته كلها. دلوقتي هطفي عليه وهقدمه مع عيش البريوش البيتي الجميل ده. ان شاء الله هقدم وصفته في فيديو تاني. اذا عجبكم الفيديو واستفدتوا منه اتمنى تدعموا قناتي بعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناة. واشوفكم في فيديوهات تانية بإذن الله في كيكيتشن.